لو ابنك مش بينام كويس أو بيصحى كل شوية أو بياخد وقت طويل علشان ينام، يبقى الفيديو ده مهم جدا ليك. كتير من الأهالي فاكرة إن مشاكل النوم حاجة طبيعية جدا وهتعدي، بس الحقيقة إن النوم مش رفاهية، ده أساس نمو الطفل. لما الطفل ما ينامش كويس بيبقى عصبي وتركيزه ضعيف وبيبقى مزاجه متقلب وتحصيله الدراسي ضعيف جدا. طيب إيه السبب؟ أول سبب الموبايل قبل النوم. الضوء والتحفيز اللي بيطلع من الموبايل بيخلوا المخ صاحي أطول فترة ممكنة حتى لو الطفل باين عليه إنه عايز ينام. تاني سبب مفيش روتين ثابت، يوم ينام بدري ويوم ينام متأخر، فالجسم مش فاهم إمتى ينام بدري وإمتى ينام متأخر. ثالث سبب نشاط عالي قبل النوم، لعب وجري وشاشات، كل ده بيخلي الطفل مش جاهز إن هو ينام نهائي. طب ايه الحل؟ ثبت ميعاد للنوم، امنع الموبايلات قبل النوم بساعة، اعمل روتين هادي، يعني انك تقرا له حدوته ويبقى الاضاءة خفيفة وطبعا مفيش موبايلات. جسم الطفل هيهدى وهيبدأ ان هو ينام بسهولة ويوصل لمرحلة الاسترخاء. وافتكر النوم الكويس بيخلي الطفل دايما قادر ان هو يواكب التطورات اللي بيتعرض ليها ويتحمل الظروف مهما كانت ضاغطة. ولو حابب ان احنا نساعدك تواصل معنا وهنساعدك خطوة بخطوة لحد ما تطمن على ابنك.